تخيل تكون من عشاق العربيات المرسيدس الكلاسيك وتبص من الشباك تلاقي عربيه مرسيدس قديمه واقفه قدام البيت شكلها يخض وحالتها مش احسن حاجه، فتقرر انك تشتريها من صاحبها وتحقق حلمك وتاخدها خرده ب $100 وتحولها لواحده من اعنف النسخ اللي المرسيدس عملتها في تاريخها، وهي الاي ام جي هامر. عربيه كانت رايحه على التكهين، موتورها نايم والفتيس بايظ، بس هو شايف فيها اسطوره بتتولد من تاني. في الفيديو ده هنشوف ازاي بدا من الصفر وابتدى يحول للاي 300 التعبانه دي لوحش الماني بكل معنى الكلمه. اللي حصل ان الراجل ده لقى عربيه مرسيدس اي 300 قديمه كانت واقفه في الجراج بتاع جاره، حالتها حلوه من بره لكن الموتور ما كانش بيشتغل والفتيس بايظ، كانت رايحه على التكهين، فخدها منه قبل ما توصل الونش ودفع فيها $100 بس. الهدف دلوقتي انه يحول العربيه دي لنسخه الام جي هامر، ودي كانت من اقوى النسخ اللي الام جي عملتها في الثمانينات، فيها موتور في 8 وكانت بتوصل ل 300 كيلومتر في الساعه، يعني ارقام خرافيه بجد. اللي بيميز الام جي دي انها كانت مبنيه على نفس جسم الاي 300 بس معمول فيها تعديلات كبيره في الاداء والشكل. اول خطوه بدا بيها كانت تغيير الفوانيس الاماميه، ركب طقم فوانيس اوروبي بدل الامريكي وده بيفرق في الشكل والضوء بشكل ملحوظ. ركب كمان فوانيس ورا جديده لان القديمه كانت باهته ومخدوشه، التغيير ده بسيط بس بيفرق في شكل العربيه كله. بعد كده جهز طقم اير سسبنشن جديد، الطقم ده تقيل ومحترم وبيوفر له امكانيه انه يتحكم في ارتفاع العربيه بالملي عشان يظبط القاعده والهيئه زي ما هو عايز بالظبط. ركب كمان شويه قطع صغيره للمرايات لان القديمه كانت متكسره ومش راكبه كويس. بدا في شغل التبديل، فك الفوانيس القديمه وركب الجديده مكانهم بسهوله، كل اللي احتاجه كانت مفكات بسيطه بس. التعديل ده خلى شكل العربيه يتغير تماما. العربيه لسه ما اتدهنتش وده لان الراجل ناوي يغير لونها بالكامل بلون مخصوص من الوان الاي ام جي، عشان كده قطع زي شنبات الفوانيس لسه مش مدهونه بنفس اللون لان كل ده هيتظبط وقت الدهان. وبعد ما ركب الفوانيس الاماميه الجديده الشكل بقى انضف بكتير، وركبها كمان من غير المساحات لان هو شايف ان شكلها من غير المساحات احسن واشيك. دخل بعد كده على مرحله مهمه وهي تعديل الاير سسبنشن، بدا بالعفشه الخلفيه وفك واحد من المساعدين وواحد كمان من السوست القديمه. لما قارنهم بالجديد بجد فرق السماء والارض. السوست الجديده فيها خاصيه تعديل الارتفاع، يعني يقدر يظبط العربيه بالارتفاع اللي هو عايزه بسهوله، كمان شكلها وانواعها افضل واقوى. ركب اول مساعد وربط اخر مسمار، رجع عمود التوازن مكانه وكده الجانب ده يكون خلص، ونزل على الناحيه الثانيه. وهنا بقى الموضوع اصعب شويه لان السوست كان مضغوطه جامد في مساحه ضيقه ومفيش ادوات مناسبه تفكها بسهوله، اضطر يستخدم اداه مخصوصه لتفكيك السوست بتاعه مرسيدس، ودي فيها نظام خاص بيخلي الفك امن ومضمون، خصوصا ان ضغط السوست كبير وممكن يبقى خطر لو طلعت فجاه. بعد ما فك السوسته والمساعد القديم من الناحيه الثانيه ركب المساعد الجديد بسهوله، كل اللي كان محتاجه ان هو يظبط الاتجاه ويركب في مكانه وبس. دخل بعد كده على واحده من اكتر الحاجات اللي كان متحمس ليها وهي تركيب جنوط الاي ام جي الاصلي. الشركه بعتت له جنوط 17 بتصميم كلاسيكي وفيها ديش لامع وشكلهم جامد جدا، وركب عليهم طقم كاوتش عريض وده خلى شكل العربيه يبقى اعرض واقوى وبيدي قاعده رياضيه مظبوطه. واحده من الحاجات اللي ما كانش بيحبها في العربيات الاوروبيه وهي استخدامهم من مسامير الجنوط بدل الصواميل، وده بيخلي تركيب الجنوط اصعب لانك لازم تفضل شايل الجنوط بايدك لحد ما تظبط المسامير في مكانها. المسامير القديمه ما نفعتش مع الجنوط الجديده لانها كانت طويله، فجاب غيرها مطليه بالكروم وركبها. بعد ما ركب الجنوط وظبط الاير سسبنشن بدا يظبط ارتفاع العربيه عشان الكاوتش ما يخبطش في الرفارف، ومش عايزه تكون عاليه قوي ولا واطيه قوي تحك في الرفارف، بس الاهم شكلها يطلع مظبوط ومتناسب مع باقي التعديلات. كان بيحاول يركب راديو جديد فيه بلوتوث عشان يقدر يسمع مزيكا من الموبايل بسهوله، لكن حصلت مشكله صغيره وانه حس ان هو كسر الراديو بالغلط ومحتاج يشيله ويصلحه. بعد كده ركب هولدر بيشيل التليفون والكوبايه مع بعض. بعد كده ركب شيفتر النور لان الشيفتر القديم كان بايظ وبيقع بسهوله، وركب كمان مفتاح التحكم بالصوت للسماعات لان القديم كان بايظ كل ما يعدي على مطب الصوت بيختفي، غير السماعات الاماميه القديمه اللي كانت محروقه بقطعه جديده عشان الصوت يطلع نظيف. الهدف مش بس تعديل العربيه عشان شكل ام جي هامر، لكن كمان ترميمها والحفاظ عليها كويس لانها ماشيه اكتر من 200 الف كيلو وعايزه توصل لمليون كيلو. بعد المرحله الاولى خلص فيها تركيب الاير سسبنشن والجنوط والفوانيس ورا وقدام، بس لسه قدامهم تغييرات كتير زي تغيير لون العربيه وتركيب اكسدامات جديده وحاجات تانية صغيره عشان يوصل العربيه لمستوى الاي ام جي الحقيقي. خلصوا صيانه شامله للعربيه منها تغيير الدبرياج والبوجيهات وكمان شويه لمسات صغيره. رغم كل اللي اتعمل لسه في شغل كتير مستنيهم. اكتر حاجه خلته يحب العربيه هي جوده التصنيع الالماني القديم خصوصا المرسيدس. الجزء اللي فرحه اكتر ان هو بدا بحاجه رخيصه جدا وحولها لعربيه مفيش زيها. المرحله الجايه هتكون تغيير لون العربيه وتركيب طقم اي ام جي الداخلي، ده اللي هيخلي العربيه شكلها شيك جدا. اختار لون غامق وملفت، فاختاروا لون اخضر زمردي بيظهر اسود في بعض الزوايا وبيلمع بالاخضر في زوايا تانية، وفعلا لف العربيه براب اخضر غامق. واللي خلاه يستخدم ورق الراب بدل الرش ان عشان يرش هيبقى غالي جدا في كاليفورنيا وممكن يوصل ل 15 و20 الف دولار، فالشغل بالورق الراب ده حل عملي لحد ما يكون في ميزانيه اكبر. بالنسبه للموتور وعشان العربيه تبقى فعلا ام جي هامر لازم تدخل عليها موتور في 8 سوبر تشارجر زي موجود في عربيات الاي 55 او الاس ال 55، لكن تنفيذ الفكره دي مكلف جدا ويحتاج وقت وجهد كبير، فدلوقتي هيمشي بالموتور اللي معاه اللي معروف بقوته وتحمله العالي، وده ناوي يخليه موتور المليون كيلو، بمعنى انه ممكن يقطع مسافات طويله جدا بدون مشاكل كبيره. ركبوا كمان فتيس متصلح قبل كده وده هيخلي العربيه تمشي لفتره كويسه لحد ما يقدروا يعملوا تبديل كامل للموتور. واخيرا قرروا يغيروا الطاره اللي كان شكلها قديم وطلبوا طاره مصنوعه يدوي في اوروبا مع تغيير الايرباج المناسب ليها. الطاره دي كانت متغطيه بالجلد من كل ناحيه وفيها تصميم جميل، واللي لاحظوا ان جوده الخامه عاليه جدا شبه الالكانتارا اللي بيستخدموا في عربيات اللامبورجيني والاي ام جي الحديثه. ده هيخلي الدركسيون فاخر جدا. اول خطوه كان فصل البطاريه عشان الايرباج ما يتفجرش في وشهم. بعدها ركبوا الدركسيون الجديد وظبطوه وحسوا ان الدركسيون شكله احسن بكتير وملمسه ممتاز وشعور
وشعوره فاخر، وده يعتبر ترقيه حلوه للعربيه. هو بيتمنى يركب موتور V8 سوبر تشارجر، بس الميزانيه مش مساعده دلوقتي، وفي نفس الوقت بيفكر يركب تربو بدل ما يجيب موتور جديد، مع انه الموضوع شغل كتير لكنه ممتع، لان الموتور اللي معاه حوالي 200 حصان، وده مش كتير في عربيات اليومين دول، فعشان كده بيفكر يعمل حاجه جنونيه بالموتور ده. بعد كده جه وقت تغيير دراع الفتيس اللي كان شكله وحش، فجاب دراع جديد من تركيا بستايل خشبي، والفرق واضح بين القديم والجديد لانك بتستخدم دراع الفتيس ده كتير في السواقه، فلازم يكون شكله حلو. هما بيغيروا دراع الفتيس قرروا يشيلوا الراديو القديم اللي وقف عن الشغل ويركبوا راديو جديد بدل منه. هو الراديو القديم باظ لكن ما رماهوش، كان ناوي يصلحه بعدين لحد ما يشوف له حل. ركب الراديو الجديد لكن اكتشف انه محتاج يجيب اسلاك جديده لكل السماعات اللي في العربيه، فاضطر يفك الكنبه اللي ورا عشان يسلك الاسلاك ويوصلها، وكمان ركب سماعتين جداد ورا، وبكده يكون ركب الراديو الجديد وركب مقبض الفتيس الخشبي الجديد، واخيرا ركب قطعه التخشيب اللي في الطابلوه. وفعلا المنظر اتغير 180 درجه وبقى شكله فاخر ومتناسق. اخر حاجه كانت السجاده اللي عند الفتيس، كانت بايظه تماما وشكلها مش نظيف ومليانه بقع، فبدلها بواحده جديده عشان تناسب فخامه انتريور العربيه، وفعلا فرق كتير جدا في الشكل العام. لحد دلوقتي هو بيشتغل على ترميم العربيه وبيخليها شكلها كانها لسه طالعه من المصنع، ويمكن كمان احسن شويه، وكان جايب مسند يد جديد بدل القديم اللي بقى مشروخ وكل مره بيسند دراعه عليه بيتخربش. الجديد ده مستعمل بس حالته ممتازه ومحتاج شويه تليين للجلد، بس غير كده تمام، فركبه وفعلا فرق جدا في الشكل والراحه. العربيه كانت خلاص خلصت شغل ورق الراب، فقبل ما يكمل اي حاجه تانية قرر يغير الزيت ويعمل تنظيف لنظام التبريد. عشان يغير الزيت فك الغطا اللي تحت العربيه، وده بيبين قد ايه المرسيدس دي متينه بزياده، فعلا دبابه الماني متصممه عشان تعيش وتستحمل كل حاجه. اللي بيحب العربيه دي اكيد عارف انها من اقوى الموتورات ال6 ان لاين او ال6 سلندرات اللي اتعملت في التاريخ، يعني ممكن تمشي بيها 300,000 كيلو، وحتى لو وش السلندر ضرب تفضل شغاله عادي، وده اللي مخليه يفكر بجد في انه يزودها بتربو. الكيت كله موجود، اكزوست وتربو، كل حاجه موجوده، بس طبعا غالي شويه، بس الموتور ده يستاهل لانه ممكن يوصل بيه ل 500 حصان بسهوله، حتى لو انفجرت حاجه على الطريق هيجري بيه جامد عادي. المهم فك القطعه دي عشان يوصل لفلتر الزيت واللي مكانه قريب من فوق زي اغلب العربيات الالماني، وابتدى يفك الكابل اللي فوق ويشد عصايه الزيت شويه عشان الضغط ويبدا يغير الفلتر. ما كانش عنده طبق يلم الزيت فجاب فوطه قديمه رشه تحته. وعلى فكره واحنا بنغير فلتر الزيت لازم نحط شويه زيت في الفلتر قبل ما نركبه، وندهن الجوان اللي حوالين الفلتر عشان يتقفل كويس وما يسربش. بعد كده ركب الفلتر الجديد وربطه، بعدها بدا ينزل الزيت القديم وفتح مسمار التصريف وباين ان كل حاجه لسه مشدوده ونضيف، وبص على الزيت وكان بيشوف اذا كان في رايش او معادن، بس الحمد لله كله نضيف. وعلى ما الزيت ينزل نظف دوره تبريد، كان خايف يلاقي حاجه بايظه في الميه، بس لقى الدنيا كلها تمام، لا زيت ولا وساخه والميه كلها نظيفه. بعد ما خلص تصفيه رجع كل حاجه مكانها وابتدى يعبي الزيت الجديد، ده زيت ممتاز للعربيات الالماني زي مرسيدس وبي ام دبليو. ملا تانك دوره تبريد ميه تبريد اصليه من مرسيدس، كل حاجه بقت تمام، زيت جديد وتبريد جديد وكل حاجه ماشيه زي الفل. بعد كده جرب العربيه وكان عايز ينضفها، وفعلا راح غسلها ونضفها. بعد ما خلصوا دخلوا على المرحله الثانيه من التعديل، فاضل الفرامل، وكان جاب كيت كامل وعباره عن اكسدامين ورا وقدام وسبويلر وعتب جانبي، كلهم اي بي اس وبيركبوا بسهوله من غير تلحيم او تعديل، وجاي معاه كمان كل المسامير والبراشيم اللي هيحتاجها، وطبعا لازم تعديلات الفرامل. فجاب كيت كامل برضه عباره عن فرامل 4 بيستم وفرامل ضخمه جدا تعتبر اوفر كيل شويه على الموتور 6 سلندر ماشي على 200 حصان بالعافيه، بس كده كده قريب هيحط له تربو، والمفروض لو هيكمل مشروع ام جي على اصوله هيحط له موتور V8 بسوبر تشارجر زي النسخه الاصليه. كان في دماغه ان هو يشتغل على الشكمان بس كان سايبه لبعدين. بعد كده بدا يركب الكيت، بدا من ورا وفك الاكسدام الخلفي بعد ما فضى الشنطه عشان يوصل للمسامير، بعدها ركب السبويلر وركبه مؤقتا بتيب عشان يشوف شكله قبل ما يلفه بنفس لون العربيه. تخيلوا ان العربيه دي كانت هتروح على التكيين وتتكبس ودلوقتي بتتحول لوحش حقيقي. دخل على الاكسدام الامامي وكان فك اغلب المسامير بالفعل وركب اكسدام ام جي الجديد، كان محضر كمان كشافات شبوره وركبهم فيه، ولما بدا يشوف الشكمان لقى فيه خروم كبيره ممكن يدخل فيها صباعه، فده بيخلينا نعرف ان مرحله الشكمان هتكون مهمه. قبل ما يركب الاكسدام الامامي رش الشبكه اللي فيه بلون اسود مطفي بعد ما غطى الاطراف بالتيب كويس. بعد كده بدا يعدل ارتفاع العفشه الخلفيه اللي بتركب عليها كويل اوفر خلفي في طاره متحركه لضبط الارتفاع، وده تعدل يدويا عن طريق لفها عشان يقلل فرق الارتفاع بين العجل والرفرف. بعدين فك ونضف عتب الباب الجانبي وبدا في تركيب السبويلر الخلفي، لازم التركيب يكون من اول مره عشان لو اتشال تاني هيشيل معاه جزء من الراب اللي لفف بيه العربيه. وركب اداه قلب نمر العربيه، جهاز بيتركب ورا النمره وبيخليها تتقلب بزرار، وده الغرض الشو او المظهر مش اكتر. ونيجي بقى للاكسدام الامامي، ركب فيه فوانيس الشبوره وركب كمان النمر، وبيغير فوانيس الخلفيه اللي كان راكب فانوس امبير متعدل وركب بداله فانوس جديد احمر وشفاف شكله اقرب لفوانيس لكزس. بعد ما غير الفوانيس وظبط كل حاجه حب ان هو يجرب العربيه ويشوف ادائها، وبالفعل كانت تجربه ممتازه. وبعد ما جرب العربيه قابلته مشكله كبيره وهي تسريب السوائل، حصل تسريب سوائل بشكل كبير من تحت الموتور بعد الفحص، وهنا كان قدامه كذا احتمال ان هو يكون جوان وش سلندر، وده يكون في تهريب زيت من ورا الموتور وفي تسريب زيت فتيس رغم ان الفتيس راكب جديد اصلا، في برضه سوائل منتشره على الكمبرسور بتاع التكييف والدينامو حتى على الاكسدام الامامي، وهنا باين ان لون السائل المتسرب اخضر او اصفر فاتح، احتمال كبير يكون زيت الباور، وفعلا التسريب جاي من ميه التبريد، وده بسبب تسريب واضح من خرطوم التدفئه، الخرطوم ظاهر عليه تلف واضح ولازم يتغير. عموما لو دخل الزيت في ميه التبريد لازم يتنضف النظام بالكامل باستخدام مواد تنظيف خاصه للتبريد، لو عمل تنظيف ضعيف هيفضل فيه مشاكل. القطعه المنتظره هتاخد يوم على ما توصل، فاستغل الوقت وبدا يركب فرامل بريمبو.
فك العجلة وبدأ الشغل. الفرامل القديمة كانت صغيرة جدا وضعيفة وكمان فيها بروز باينة بايظة وعايزة تتغير، فقرر يركب نظام فرامل بريمبو محترم وكبير. أول حاجة فصل الجزء اللي ماسك الديسك وبعدين ركنه على جنب مؤقتا. الجزء ده هو اللي بيشبك الديسك مكانه، ولما حط الديسك الجديد لقى انه بيلمس الحتة السفلية من الغطاء المعدني اللي وراه. حاول يدق عليه بالمطرقة بس في كرة دركسيون تحتيه ومش هينفع يدخل اكتر من كده، فقرر يقطع جزء بسيط من الغطاء عشان ما يحكش في الديسك. استخدم الصاروخ وقطع الحتة اللي بتلمسها وكده بقى في مساحة كافية والديسك مش بيخبط في حاجة. ركب قاعدة فرامل بريمبو الجديدة وربطها كويس وبعد كده ركب الكاليبر مكانه والموضوع كان ماشي تمام جدا. فرق الحجم باين جدا، القديم كان بيستم واحد صغير انما الجديد 4 بستمات كبار من بريمبو. قطع غير تقيلة واحترافية. العربية مش هتجري اكتر بس الفراملة هتبقى احسن بكتير. هو بيبدأ بالفرامل الاول عشان في المستقبل ناوي يركب الموتور اللي بيحلم بيه، بس قبل ما يركبه نفسه يجرب يركب تربو. الموضوع كله فضول وكمان عايز يوري الناس قد ايه العربية دي ممكن تتطور بايد بسيطة. عربية ب $100 وجسمها سليم ومش سريعة، لكن لو ركبنا لها تربو رخيص ممكن تبقى صاروخ. لو ده حصل فعلا هتبقى احسن صفقة عربية ممكن تشتريها حاليا. بعد ما خلص الجنب ده راح يعمل نفس الخطوات في الناحية التانية وبعد كده وصل خطوط الفرامل ونزل الهواء منها. خلاص الفرامل على الجنبين جاهزة. رجع العجلة مكانها بس للاسف العجله القديمه ما بقتش تنفع، كاليبر بيخبط فيها. كان محتاج يركب سبيسر بس المشكله ان السبيسر بيخلي العجله طالعه بره القوي، وده بسبب تصميم الجنط ده. الاوفست بتاعه غريب وبيلزق لبره خصوصا بسبب الشفه، وعشان كده مفيش حل غير انه يغير الجنط ده كله. دي كانت حاجه مضايقاه. ركب السبيسر عشان الجنوط الجديده تدخل وبدا يدور على الجنوط الصح. الموضوع ما كانش سهل بس كان لازم يجيب شكل يليق بعربيه فخمه زي AMG هامر، فاختار جنوط AMG الاصليه. جابهم من فيسبوك ماركت بليس، دفع فيهم مبلغ بسيط بس حالتهم كانت كويسه، مفيش خدوش كبيره والكروم بتاعهم نظيف. من جوه مش احسن حاجه بس مقبول. كمان الجنوط جات ومعاها كاوتش ميشلان بس واضح من حجم الجنب ان الكاوتش ده مش هينفع فغالبا هيغيره. الجنوط دي محتاجه سبيسر عشان تعدي الكاليبر الكبير بتاع البريمبو. خلاص بقت عربيه سباق فقال يعملها عدله. ركب السبيسر وده 1.5 مللي عشان يوسع المساحه حوالين الكاليبر، بس قبل ما حد يهاجمه هو عارف ان الكاوتش راكب غلط. كلمة اوتسايد طالعة من جوه يعني هيقلب الكاوتش يا اما يركب كاوتش جديد خالص، وكمان الكاوتش مش موزون. بس ده تركيب مبدئي عشان يشوف لو هتخبط في اي حاجة. الكاليبر معدي والعجلة مش بتلمس فيه. اللي عاجبه كمان في الجنوط دي ان شكل الكاليبر والديسك باينين من ورا الكروم وده شكله جامد جدا. ودلوقتي هيروح يركب الجنب التاني، وعشان يخلي شكل الجنط اقرب حاجة لعجل AMG هامر الاصلي قرر يلون جزء منه بالاسود. غطى الاماكن اللي مش عايزها تتلون وطلع علبة بلاستيديب. كان ممكن يرشه بدهان عادي بس الكروم ده غالي عليه وما قدرش يشطبه. الكروم بالنسبه له حاجه محترمه جدا ومش عايز يجرح سطحه. قرر يرش الجزء ده بالبلاستيديب ويشوف شكله هيبقى عامل ازاي. بعد كده دخل على الشكمان وده مش لانه بايظ لكن فيه فتحات كبيره في العادم، فبما انه هيصلحه قال ان هو يبدل الشكمان كمان بشكمان اداء اعلى. الشكمان الجديد هادي برضه بس بيمر الهوا كويس فليه لا. القديم شكله مش حلو وكمان كان بايظ. اول ما فكه الصدى وقع من جواه وكان باين من الصوت ان جواه تراب وصدى كتير وده مش طبيعي. وعشان يتهرب من الفتحات عمل كوع جديد كده في الانبوبه، سحب من الماسوره التانيه ومشي بيها لحد الشكمان الجديد. استخدم شويه قطع جديده والشغل مش تحفه بس بقى عملي اكتر. المره دي كان عنده ماكينه لحام انضف واقوى فالشغل بقى اظبط. اللحامات طالعه نظيفه وكل حاجه باينه انها ماشيه في السليم. كده الشكمان ركب ووصل لاخر العربيه وقدام شويه هيصمم له شكمان شيك بس لسه مش عارف هيعمله ازاي. المهم دلوقتي ان الاداء اتحسن والشكمان الجديد شغال تمام. وبعد كده رجع العجل التاني وكان فاضل يغير الخراطيم. العجل كله اتدهن وبقى جاهز وشكله شبه عجل AMG هامر بالظبط وفعلا هم جنوط AMG الاصليه. ركب العجل والفرامل الكبيره من بريمبو باينه وبتكمل الشكل. فاضل بس يخلص اللمسات الاخيره ويجرب العربيه على الطريق. فك الخرطوم القديم وعلى طول الدنيا غرقت ميه. دي مش ميه تبريد عاديه، دي شكلها مريبه. احتمال يكون عنده جوان وش سلندر ضارب بس لسه هيتاكد بعدين. دلوقتي بيركب الخرطوم الجديد مكان القديم. الجزء اللي اتكسر استخرجه وبعدين ركب الجديد. كده خلاص الخرطوم السخان الجديد ركب. المفروض ما يسربش تاني. العربيه بتسرب شويه زيت ودي من وجهة نظره حاجة كويسة لأنه طول ما في تسريب يبقى لسه فيها زيت، وهيزودها دلوقتي بأحسن زيت على حسب كلامه. وهو بيستخدم أفضل زيت ممكن عشان ما يوصلش لمرحلة إن الزيت ينقص جامد ويحصل انفجار في الموتور. زود العربية بالزيت كويس وكده جاهز يطلع يجري بالعربية. ساعات بيركن العربية دي تحت عربية تانية جوه الورشة والعربيات اللي فوق بتسرب زيت على الكبوت، بس عنده منظف فبيستخدمه عشان ينظف الكبوت بسرعة. لو ساب الزيت قاعد كده هيبوظ التغليفة اللي على العربية وده ما ينفعش. المنظف ده فعلا بيشيل الزيت من غير ما يسيب اي اثر. الزيت من اسوأ الحاجات اللي ممكن توسخ الدهان. وبص على شكل التغليفه خصوصا في الشمس، اللمعه والتفاصيل المعدنيه باينه وجامده جدا. وبكده المشروع بتاع AMG هامر يعتبر خلص. بس هو مشروع فعلا بيخلص؟ اكيد لا، دايما في حاجات تانية بتتعمل.
الحلم الكبير بالنسبه له انه يركب موتور V8 بس عليه سوبر تشارجر من عربيه زي E55 او SL55. المشروع ده محتاج وقت وفلوس وشغل كتير، فمش هيحصل قريب بس هيوصل ليه في الاخر، وكل ده هنشوفه في الجزء التاني. متنساش تعمل سبسكرايب وتسيب لايك وقول لنا في الكومنتات ايه اكتر حاجه عجبتك في المشروع. وبس كده، سلام.